السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. أولا ندعوكم بالضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد، والإعجاب إن أعجبكم الفيديو. نادي القضاة يتشبث بمساواة أهلية المحاماة. عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا من أجل تدارس بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة ثورة 4 دجنبر 2022، حيث تم تداول ما صاحب هذه النتائج من تداعيات وفق آلية التسيير الديمقراطي. وأوضح نادي القضاة في بلاغ له أنه غير مختص في تلقي التظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور. وأعرب التنظيم ذاته بعد اطلاع على ما يروج حول نتائج مباراة أهلية المحاماة عن قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مثاث ارتقاء في الامتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، من منطلق دعمه لحق المتقاضيين في الدفاع وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، ولما له من دور جوهري في رفع من النجاعة القضائية وحسن تطبيق قواعد سير العدالة. وأكد النادي من المنطلق اختصاصه في الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين، كما نصت على ذلك المادة 4 من القانون الأساسي، تشبثه بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، بما يضمن تكافؤ الفرص من حق في ولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق التطبيقي للفصل 31 من الدستور.